لو عروسة وبتجهزي او مامي وبتجددي وعايزة تجيبي غسالة والانواع الغسالات كتير ومش عارفة تجيبي الغسالة التحميل العلوي ولا التحميل الامامي ومحتارة، هقولك النهاردة عن ريفيو عن غسالة توشيبا، مميزاتها وعيوبها، ازاي تشغليها خطوة بخطوة، الضمان كمان بتاعها حقيقي اتغير وبقى مش بضمان العربي. كل ده اسئله هنجاوبها في فيديو النهارده. انا ايمان ودي قناتي جربي مع ايمي. اي حاجه بجربها بنزلها معاكم، بقول لكم كل حاجه بامانه. اتمنى الفيديو النهارده يعجبكم واتمنى ان انتوا تستفيدوا منه، وما تنسونيش بقى لايك حلو كده تقديرا لمجهودي يعني ودعما منكم ليا. يلا بينا نبدا الفيديو، يلا بينا. اول حاجه كده نبدا بسم الله ونقول اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اول حاجه يا جماعه معانا هي الضمان بتاعها، اي نعم هو شركه توشيبا، بس مش بضمان العربي، بقت بضمان ميراكو. طبعا انا سالت كتير وشفت معارض كتير وسالت عنها مخصوص شركه توشيبا، قالك لا ده هي بضمان ميراكو. ميراكو دي تبع الجيش او الجيش اللي واخد التوكيل بتاعها. بس بصراحة يعني انا ما حسيتش بفرق، وحسيت ان ما شاء الله الكواليتي بتاعتها مكتوب زي ما شفتوا، هي مكتوب الكواليتي ياباني. الضمان 10 سنين على الموتور. فيعني بصراحة ما حسيتش ان في اي قلق، لا. والشركة التواصل بعد كده بعد ما جه وركبوها وركبها الفني، بصراحة المعاملة حلوة جدا. كلموني والفني جالك تمام، طيب اخد حاجة، الغسالة كويسة، في حاجة ناقصة، محتاجة حاجة. يعني بصراحة خدمة ما بعد البيع جميلة جدا، فدي واحدة من ضمن المميزات بتاعتها. قلنا ميزة يبقى نقول عيب بقى. بصوا بقى، اول عيب فيها هو ان الادراج بتاعتها صغيرة جدا بجد، يعني لو انت هتحطي حاجة يعني هتحطي كمية قليلة جدا. كمان الفني قال لي ان ما ينفعش نحط فيها المسحوق الغسيل البودر عشان هيكلكع ومش هينزل ومش هيبقى كويس. فانتي تحطي المسحوق على الغسيل من فوق، وهوريكم دلوقتي ازاي. تمام. الكلور طبعا او الدوني او اي حاجه بتحطيها في العين الصغيره. دي الحاجه الوحيده اللي انا بحطها فيها، هي الكلور في العين الصغيره. انما المسحوق البودر بحطه على الغسيل من فوق وخلاص. تاني عيب بقى هو ان الباب هيدروليك ان هو بيقفل لوحده. لما تفتحيه لازم يفتح للاخر، وما ينفعش ان هو مثلا يفتح نص. يعني في الغسالات القديمه توشيبا الباب كان بيتقسم نصين، ودي متهيالي كانت ميزه حلوه جدا. لو انتي الغساله بتاعتك عايزه تحطيها في مكان وفي حاجه من فوقيها، فانتي الباب هيبقى نص فمش هيضايقك. انما الباب الهيدروليك ده لازم يتفتح للاخر. فانا بما ان انا عندي المكان في الحمام فوقيه السخان، فمش قادره ان انا افتح الباب للاخر، لازم افضل ماسكاه بايدي. دي اما بقى يا ستي لو انتي ربنا كرمك وعندك مساحة، والمساحة تقدري تستغلي ان ما يبقاش في حاجة فوقيها، فهتبقى بصراحة جميلة جدا، لان الباب زي ما قلتلك هو هيدروليك بيقفل لوحده. زي ما شفتوا كده الفلتر انا كنت حاطه قبليها اللي هي حافظه السجاد، وبصراحه يعني زي ما شفتوا بقى كانت مطلعه بلاوي. فده كل دوت طلع بس من حافظه السجاد، فهي ما شاء الله ما بتخليش حاجه وما بتوبرش الغسيل زي ما الناس بتتكلم ان هي بتوبر. هتوبر معاكي لو انتي فضلتي سايبه الفلتر دوت ما نضفتيهوش، يعتبر كل غسله او غسلتين تنضفيه. الوبرة دي طبعا هتزيد وتطلع بزيادة، فهتطلع على الهدوم بتاعتك طبيعي. فلازم كل مرة او مرتين ان انتي تنضفي الفلتر ده. تمام. انا دلوقتي كده هحط الغسيل معاكم وهشغلها قدامكم، وهي ليها طريقتين. وبصراحة يعني البرنامج بتاعها سهل جدا وبسيط، ومش محتاج خالص ان انتي يعني تعرفي كتير او تتفرجي على فيديوهات كتير. التنزيل بتاعها او النظام اللي نازل بيها الجديد دوت سهله جدا ان انت تقدري تدوسي على زرارين بس يشغلها، يعني مش محتاجه اي مجهود تاني. انا هنا بوريكي ان الغسيل لازم يكون في مستوى الفلتر، ما يبقاش اكتر من كده. طبعا لازم اديها مساحه فاضيه كده بحيث ان هي تقدر تلف وتغسل، لان كمان في الاول هي لازم بتوزن الغسيل عشان تعرف نسبه الميه اللي هتاخدها قد ايه. تمام. كمان كلنا عارفين طبعا ان المسحوق دلوقتي بتاع الاوتوماتيك غالي جدا، فانا بستخدم اوكسي في بريحه اللافندر. بصراحه ريحته جميله جدا وبتثبت في الهدوم وجميل قوي. هو الكميه دي اقل من نص كيلو، ب25 جنيه بس. بصراحه حلوه، يعني زي ما قلت لكم انا بحط المسحوق على الغسيل من فوق، مش بحطه في الدرج خالص.
بحط في الدرج بس سواء الكلور لو كان بقى حاطه ابيض او كلوركس الوان والداوني بس. متحطيش اي البودره مش هينفع ومش هتنزل، لان الفني بلسان الفني قال لي لا ما ينفعش المسحوق البودره هو يتحط في الدرج زي ما قلت لكم عشان الدرج صغير. هنا الباب بيقفل لوحده. تمام. نيجي بقى للسؤال الاهم، ازاي تشغليها؟ يا ترى تشغيلها سهل ولا صعب؟ هقولك تشغيلها بصراحة سهل جدا، وبالذات فيها طريقتين. اول طريقة ان انتي بتعملي مجرد اون او ابدأ مع ستارت وتسيبيها هي تشتغل بقى، هتشتغل 70 دقيقة زي ما انتوا شايفين على الرقم على لوحة المفاتيح. انما بقى انتي نمكية شوية وبتحب ان انتي تحددي كل حاجة بنفسك، عايزة اقولك ان فيها البرامج دي هنعرفها واحدة واحدة مع بعض. اول حاجة فيها هو الغسيل العادي زي ما قلتلك عادي جدا، هو هيديكي 70 دقيقة غسيل وشطف وعصر، الثلاث حاجات دول في 70 دقيقة، مجرد ان انتي هتدوسي على الزرار بتاع اون وستارت بس، ما فيهاش اي حاجة تانية غير الزرارين دول. لان هوريكي دلوقتي من فوق اول حاجة في اللون الاحمر دوت، لو انتي واخدة بالك منه في الزراير دي اللي انتي بتحددي الزرار من كلمة الدورة. كلمة الدورة دي هي بتطلعك وبتنزلك في السهم. بصي انا كنت فوق عادي، تحت جينز، تحتيها بطانية. الزرار ده اول ما بتدوسي عليه هو بيغيرلك بينزلك عند المستوى اللي انت عايزاه، سواء عادي جينز بطاطين سواء غسيل تقيل على حسب ما انت عايزة. ده الزرار اللي بيحركك في الاتنين دول. طبعا كل ما بتغيري الزرار كل ما هيديكي وقت تاني، وقت مختلف. تمام. في العادي زي ما قلنا بندوس على اون وستارت وخلاص، انت كده بتبتدي الدورة بتاعتك في 70 دقيقة غسيل وشطف وعصر. طيب لا انا بقى عايزة انظمها، بتبتدي تعملي بتدوسي على زرار الدورة ده وتبتدي بقى تنزلي، انت عايزة جينز، عايزة بطاطين، عايزة غسيل تقيل، بتحددي السرعة بتاعتك قد ايه. الذاكرة بتاعت مكتوب الذاكرة دي بتاعت ال70 دقيقة اللي هو العادي، او انتي شغلك العادي بتاعها انتي مثلا حددتيه على 70 دقيقة بتشغليه على 40 دقيقة على الوقت اللي انتي عايزاه، خلاص يبقى هي كده دي الذاكرة بتاعتها. بمعنى اصح هي بتشتغل اوتوماتيك بعد كده. كمان فيها نظام اخر حاجة اللي هو غسيل الحلة. طبعا المفروض ان انتي كل شهر بتديها دورة خل عشان تنظف الحلة، فتبقى مرة كل شهر، دي بتبقى 40 دقيقة. تمام. تمام. يبقى كده احنا عرفنا ان انت لو حابة ان انت تحددي نوع الغسيل اللي انت حطاه، ولو حابة ان انت مجرد بس ان انت تدوسي على الزرارين اون وستارت هي هتشتغل اوتوماتيك مع نفسها 70 دقيقة، هتشتغل كل الوقت دوت غسيل وشطف وعصر. تمام. اهم حاجة النقطة دي، لان دي بالنسبة لي لو عرفتيها انت مش مهم لاي البرامج التانية. تمام. كمان المستوى عندنا على جنب كده مستوى المية اللي هو الساخن والبارد. تمام. الساخن والبارد. طبعا الساخن الفني قال لي ما ينفعش درجة الحرارة المية السخنة اللي داخله لها تبقى اكتر من 50 درجة. تمام. طبعا هي ما فيهاش السخن، يعني مش بتسخن المية داخليا، فانتي بتدخليها ما بتدخلي لها مية مثلا من السخان، فالسخان مش هينفع اكتر من 50 درجة، لان كده انتي بتبوظي الغسالة. فاحنا طبعا عمرنا ما هتشغليها على السخن. تمام. الا اذا بقى انتي ظابطه درجة الحرارة بتاعة السخان بتاعك. تمام. دي نقطة مهمة جدا. بس في العادي طبعا هي شغالة على المية الباردة. في زرارين اللي انا دوست عليهم دول، زرار بتاع القفل ضد الاطفال عشان ما يلعبلكيش في لوحة المفاتيح، بعد ما تكوني ظبطتي تبصي تلاقي بقى الاطفال يلعبولك فيها فيبوظلك الدورة بتاعتك. تمام. تمام. كده تمام. انا كده بقى طبعا لاني دوست على اللوك بتاع ضد عبس الاطفال، فطبعا وقفت، عايزه اعرف اشغلها تاني فلازم تدوسي عليها بصباع الاتنين كده، لازم تدوسي عليها عشان تفتح لوحة المفاتيح تاني. تمام. دي نقطة مهمة جدا. نيجي بقى هنا على كلمة ضبط. بصي بقى يا ست الناس، ضبط دي عندنا ما بين كلمة ضبط والعملية، اللي فوقيها بقى انا ببتدي احدد بكلمة العملية، اللي هو انا دلوقتي مثلا معايا غسيل غسلته بره او حاجة خفيفة غسلتها على ايدي وعايزة اعصرها. تمام. هبتدي ادوس على كلمة العملية زي ما انا دوست كده، واعمل ضبط قد ايه بقى على حسب المدة اللفة اللي انت عايزاها تلفها.
تمام. يبقى كده انا بدوس على كلمة الدوران. اللمبة اللي بتنور وبتطفي دي اهم حاجة، اللمبة اللي بتنور وتطفي معنى كده ان انا بدوس او بحدد النقطة دي، سواء مستوى المية، سواء الغسيل، سواء الشطف او الدوران. انا دلوقتي بدوس عشان اعمل الغسيل. تمام. دوست على كلمة العملية، بينور ويطفي عند الكلمة بتاعة الغسيل، بتنور وتطفي الأحمر ده. خلاص يبقى أنا كده بحدد ده الغسيل، مدة الغسيل قد ايه. طيب نزلت لتحت شوية، عايزة أنزل اللي تحتها، بدوس على كلمة الضبط وأنزل. سوري، كلمة العملية. بنزل الكلمة اللي تحتها بكلمة العملية، هتنزل لي تحت عند الشطف. هتبتدي تحددي هتشوفي بقى الأرقام بتتغير، هتبتدي تحددي الشطف كام مرة تشطف. عايزة أنزل بقى للدوران، هبتدي أحدد كام مرة عايزاها تلف العصر يعني. تمام. فانتي كده بتحددي من كلمة العملية، بتنزلي على كلمة الكلمة اللي انتي عايزاها، او بتحدديها، سواء انتي بتحددي شطف او غسل او دوران. والضبط هي اللي بتحدد المدة. تمام. يبقى انا كده عملت، ظبطت كله من زرارين اتنين. هو بمعنى اصح كل الزرارين بيتحكم في اللي فوق. انتي لو بتعرفي تقري او جربتيها مرة واحدة بس زي ما بقولك، هتبقى سهلة بالنسبة لك جدا، وانتي في غنى عن ان انتي تحددي كل دوت لو عملتي مجرد البرنامج العادي. تمام. اللي طبعا شرحناه في اوعي تكوني تهتي مني، حاسه ان الشرح كتير، بس صدقيني انت اول ما تبقي قدام الغساله او قدام لوحه المفاتيح دي، انت اوتوماتيك نفسك خطوتين 3 وتلاقي نفسك عرفتيها جدا، لان بجد البرامج بتاعتها سهله وفي نفس الوقت منجزه. عايزه بقى تنجزي في الوقت، هو البرنامج بتاع العادي 70 دقيقه. لو انت عايزه اقل من كده بتقولي له ان الغسيل مثلا هيبقى 20 دقيقه، لان هي ما فيهاش اكتر من 20 دقيقه. فانتي زي ما قلتلك اللمبة الحمراء اللي بتنور وتطفي دي، زي ما انتوا شايفة كده، ده المكان اللي انتي بتحدديه. عايزة الشطف مثلا 3 مرات، عايزة الشطف اكتر اقل، فانتي الوقت اللي انتي عايزاه انتي بتحدديه من الكلمة نفسها. طب انا كلمة دوران دي، لو انا زي ما قلتلك معايا غسيل بره، مجرد بس عايزة اعصره، كلمة دوران دي بفضل ادوس على كلمة العملية كذا مرة لحد ما الزرار بس الدوران هو اللي بينور بس، والباقي كله مطفي فوقيه. يبتدي هو بقى يحدد لي بقى انتي هتحتاجي ان انتي مثلا تعصري 11 دقيقة، فخلاص يبقى كده هو اوتوماتيك من نفسه هيعصر بس 11 دقيقة. تمام. تمام. هنا مفيش اكتر، الدوران مفيش اكتر من الرقم ده. الشطف بيقولي 66، يعني 66 دقيقة، مش 66 دقيقة هيشطف، لا، 66 دقيقة الشطف والغسيل والعصر التلاتة مع بعض. نيجي بقى للحتة الجزئية دي، انا عايزة اقرب لكم كده وهوريكم. هي كلمة الدورة او الجنس بقى، او الغسيل، نوعية الغسيل اللي انت عايزة تحطيه والوقت اللي هياخده بتتحدد من هنا. كلمة الدورة دي يا اما عادي من فوق عادي هيديكي 70 دقيقة، كلمة البطاطين هتديكي ساعتين. بصي انا بحاول ان انا اوريها لك كده بالظبط. البطاطين لو جيتي عند البطاطين ووقفتي هيقولك ساعتين بالظبط. دي كانت بصراحة اول مرة اشغل الغسالة فيها، فخفت، كنت خايفة عليها ان الغسيل يكون تقيل، فقلت انا كأنها بطاطين، بس انا ما كنتش حاطة بطاطين، جنسات عادي، بس كنت خايفة ان هي يعني الحمل بتاعها يكون تقيل. طلع ان لا، هي مش على الحمل، هي على عدد او وقت اللي هتديهولك للغسيل. لو بطاطين هتديكي ساعتين، لو غسيل عادي هيبقى 70 دقيقة، لو غسيل شديد بقى زي ما شفنا، مش فاكرة كانت حاجة و80 دقيقة ولا ايه، يعني لو رجعتي سنة الفيديو كده هتشوفيها. تمام. انا على طول طبعا مشغلاها على العادي، لان هي الوقت بتاعها والغسيل والعصر مظبوط جدا على كلمة العادي. فدلوقتي معاكم مجرد بس ان انا هدوس على اون وعلى ستارت، هتشتغل 70 دقيقة والمسحوق محطوط وخلاص. انتي مش محتاجة اي حاجة تاني منها غير ان انتي تعملي الحركتين دول، دوسة زرار ابدأ وتشغيل. تمام. طبعا الويف دي اللي هي الجريد ويفز، او اللي عامله زي سهم الدوران دوت، ده بيحدد دوران الميه قد ايه. تمام. انا دلوقتي كده هشغلها وهوقفها في نص الغسيل معاكم بعد ما تكون قفلت. هي دلوقتي كده قفلت، هتعمل، المفروض ان انا هعملها على العادي خلاص، وابتدي معاكم بقى هفتح في نص الغسيل، هعمل لها هولد
وافتحها عشان اوريكي ازاي بتتفتح. بصي بقى كده انا عملت اون، ابدأ، و ستارت او ستارت واون. تمام كده هي بتلف وبتوزن الغسيل. اول لفة دي مجرد ان هي بتلف كده من غير مية من غير اي حاجة، بتوزن الغسيل قد ايه. اول ما تبتدي تدي الرقم ده انا بقفل عليها اوتوماتيك، بقفل الباب بتاعها علشان الزرار اللوك بتاعها انت هتسمعي تكة زرار كده، فخلاص هي كده هتبتدي تسحب المية وتشتغل. ده الفني قال لي عليها لازم افتح الغسالة من فوق لحد ما تدي الرقم ده، وبعد كده اقفلها على طول عشان تبتدي ان هي تسحب المية. وخلاص هي طالما قفلت الزرار دوت في بتعمل تكة زرار كده، اول ما قفلت خلاص انت مش هتعرفي تفتحيها غير لما تعملي لها هولد. انا دلوقتي هعمل لها هولد معاكم اللي هو ايقاف مؤقت يعني، وافتحها. لو انتي بقى معاكي مثلا عايزه تحطي غسيل تاني، او ان انتي عايزه تزودي الاريال او الدوني، او مثلا بتيجي في نص الغسل عايزه تزودي دوني او حاجه، بتعملي هولد وبتوقف. حتى لو بتسحب ميه هتوقف، وبعد كده تروحي ايه حاطه اللي انتي عايزاه وترجعي تعملي ستارت تاني. خلاص هي كده اشتغلت مع نفسها وخلاص. لما تلف وتعمل دوران دلوقتي هوريكم. من ضمن المميزات بقى اللي قلنا هنقولها مع بعض احنا وماشيين في السكة كده، ان هي انفرتر يعني موفرة في الطاقة. بجد هتبقى حلوة ليكي في الكهرباء، هتبقى موفرة في الكهرباء قوي. وكمان فيها بيقولوا ان فيها بابل كده، بتطلع بابل. البابل دوت مش عارفة بقى، بس هما بيقولوا ان هي البابل ده هو اللي بينظف الغسيل. وبصراحة اللهم بارك ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يحميها ويحفظها يعني. لا الغسيل بتاعها زي الفل، وهوريكم دلوقتي لما نطلع الغسيل مع بعض. هنا حاولت اوريكم هي اول ما يعني سحبت يعتبر نص كمية المية، هي بتلف كده لفة وتسكت، لفة وتسكت. مش هكدب عليكم، اول مرة حسيت اللي هو طب انتي ازاي هتنضفي كده لفة، مجرد لفة بسيطة زي كأنك بتتحركي كده ايه، بتحركي كتف وترجع تلف تحرك كتف تاني، اللي هو ازاي هتنضف كده. بس بعد كده اول ما سحبت المية كلها بتاعتها خلاص هي اوتوماتيك بتشتغل بقى على السريع. تمام. بصوا بقى ما شاء الله الغسيل بتاعها اللهم بارك، زي الفل. دي يعني حطت ملايات كده بس ما شاء الله زي الفل، وغسلها ظبطلها بس الاريال هتبقى زي الفل. نيجي بقى للسؤال الأهم اللي كلنا بندور عليه. أنا دلوقتي لو عروسة ولسه هشتري أو بجدد، مش عارفة أشتري التحميل العلوي أو اللي بتتفتح من فوق زي كده، ولا الأمامية. كل حاجة وليها مميزاتها وليها عيوبها. أنا بالنسبة لي لما حبيت إن أنا أشتري، طبعا إحنا أمهات ومعانا أطفال فبتبقى الكمية كبيرة، فأني غسالة هتشيل كمية أحسن هي الغسالات التحميل العلوي، لان هي بتبقى الحله بتاعتها اكبر مهما كانت الحله بتاعت الغسالات الفول اوتوماتيك الاماميه، مهما كانت كبيره مش هتشيل زي ما بتشيل الغساله الفوق اوتوماتيك. تمام. فانا حسيت ان هي عمليه جدا مع وبيت واطفال، فلازم الغسيل بيبقى كتير، فلازم ان هي انت محتاجه حاجه تشيل. الساعة بتاعتها قد ايه؟ هي ما شاء الله 13 كيلو. ما بقاش فيه، كان في منها موديلات 17 كيلو، ما بقاش في منها دلوقتي، خلاص بقت كلها 13 كيلو. دي اكتر واحدة اللي هي مناسبة. يعني هاتي حاجة بالمرة، لو انتي هتشتري بالمرة. بس وده كان فيديو النهاردة، وبجد يعني ما شاء الله عليها، تستاهل. تستاهل فلوسها، هي تمنها بقى غالي قوي دلوقتي. انا بصراحة عملت يعني، لو انتي يعني ممكن اديكي فكرة كده، ان انتي لو حابة ان انتي تشتري حاجة وغالية عليكي، ممكن تدفعي نص تمنها والنص التاني تقسطيه مع اي حد انتي عارفاه من بتوع المعارض اللي بتقسط. فدي فكرة حلوة، وفي نفس الوقت انتي مش هتبقي مضطرة ان انتي تستني الحاجة والحاجة بتغلى بزيادة. طبعا احنا كلنا عارفين الحاجة بتغلى قد ايه. فدي فكرة حلوة قوي لعروسة بقى، او لحد بتحب الواحدة حابة تجدد الاجهزة بتاعتها. تمام. تمام. كمان بوريكم كده الفلتر بتاعها وانا بنضفه، سهل وبسيط، طلع كل الوبرة. الملايات ما شاء الله زي الفل، ما فيهاش اي حاجة ومش بتوبر يا جماعة، بس ظبطوها هتلاقوها زي الفل وهتريحكم بإذن الله. بس ده كان فيديو النهاردة، اتمنى الفيديو يعجبكم كده وتكونوا استفدتوا منه، واتمنى منكم برضو يعني تنسونيش بقى لايك حلو منك وكومنت اعرف بيه رأيك في فيديو النهاردة كده، عجبك ولا لا، واستفدتي منه ولا لا.
وقولنا كمان في الكومنتات رأيك في غسالات توشيبا. باي باي.